قبل ما نرجع من الفاصل كنا بنسأل حضرتك عن فعلا المقاطعة هي حاجة موجودة بالفعل الناس بتعملها، ولا هي مجرد هاشتاج وحاجات موجودة في العالم الافتراضي ولا لأ؟ سؤال كويس، ويعني ده سؤال لينا كلنا كمصريين، لازم نسأله يعني. هل المقاطعة دي مجدية ولا لا، ولا ما تأثرش في الشركات دي عامة؟ هقول لك على حاجة. في شركات زي بيبسي مثلا، او اديك مثال زي بيبسي مثلا. الشركات دي كان سقف مبيعاتها عالي جدا في الفترة اللي قبل الأحداث في غزة. دلوقتي شايفة العروض اللي بتعملها دلوقتي، المبيعات بتاعتها منهارة في مصر عامة وفي الدول العربية كلها، مش في مصر بس. فده بيجبر الشركة عامة ان هي لا، انا مش هفضل ادعم الكيان ده، عشان هو هيخسرني. اهم حاجة دلوقتي في كل شركة الاقتصاد، هو اللي بيتكلم في اي دولة عامة. فانت لما تلعبي على وتر اللي هو الاقتصاد، لا الشركة بتعاني وبتضطر لا تعتذر للناس، تعتذر للشعب، وتعتذر للي بيحصل ده. إيه اللي خلى الشركة عامة تتواطأ مع الكيان المحتل ده؟ نتيجة دعمنا احنا ليها. احنا اللي كبرنا الشركات دي، واحنا اللي اديناها وش، واحنا اللي خليناها كبيرة كده. بقت تقول بكل بجاحة لا انا داعمة للكيان ده. فللأسف احنا السبب. انما بقى احنا صلحنا في ده في ايه؟ ان الشركات دلوقتي بتعاني، بتحاول تصالح الناس بأي طريقة، والناس مقاطعاها برضو. شفنا كنتاكي وماكدونالدز بيعانوا برضو، مفيش مبيعات، بيضطروا ينزلوا عروض. احنا عمرنا شفنا كنتاكي بينزل عروض على المستوى الغذائي او كده يعني. بس أنا حابة أقول لحضرتك على حاجة. هل فعلا يعني لو مصر كدولة هي اللي قطعت المنتجات دي كدولة عربية فقط، متهيألي مش هيكون في تأثير إيجابي أو مجدي زي ما احنا شايفين يعني، وهيأثر على الكيان الكبير ده. لكن لو الدول العربية كلها اتحدت وفعلا كلهم عملوا مقاطعة، ده ممكن يأثر. يعني حتى النهارده كان نازل ان شركات كبيرة بتنزل اعتذار، او ان هي ليست داعمة للكيان الصهيوني، وبتقول وشركات تانية بتقول ان لا احنا عندنا خسائر، احنا عندنا 11 مليار خسائر. فهل احنا فعلا مؤثرين؟ احنا كمصر بس مش هنقدر للاسف اقدر اقولك ان احنا نأثر او لا. احنا زي ما انت قلت السؤال، كمجتمع عربي كلنا لازم يكون لنا دور وموقف صارم تجاه اللي بيحصل ده. هرجع لحضرتك تاني في نقطة بقى اللي هو مصر لوحدها. مصر مش دولة قليلة. مصر يعتبر أكبر تعداد سكاني في أفريقيا كلها، أو في الدول العربية كلها عامة يعني. فأنت كدولة لو خدت الخطوة دي من نفسك، هتلاقي بقية الدول العربية لا، لا ده أنا شايفة مصر بقوتها، بكل كل اللي فيها، بكوادر، بإعلاميين، بشعب مصر عامة. مصر أقوى دولة في المنطقة. فأقوى دولة في المنطقة لما تاخد خطوة زي كده، لا هتشجع بقية الدول العربية كلها إن هي إيه، تتخذ الخطوة دي. يعني أعتقد إن هي خطوة كويسة. هاخد من كلام حضرتك وهنروح دلوقتي نشوف تقرير عن المقاطعة وعن ازاي المصريين بيقاطعوا المنتجات بالفعل موجود. نشوف تقارير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يا جدعان ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ طعمه